أنا متأكد إنك سمعت عن جورجيا مالوني اللي قدمت نفسها كسياسية يمينية متطرفة وكانت بتوعد بإرجاع الترحيلات الجماعية. هي كسبت الانتخابات بالوعد ده، لكن في الحقيقة هي بتحاول تجيب 500 ألف مهاجر من دول العالم الثالث ومعظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتديهم الجنسية الإيطالية بشكل قانوني. طيب إيه نتيجة ده على المجتمع الإيطالي؟ طيب إزاي ده أثر على المجتمع الإيطالي؟ بص على ده، الفيديو ده منتشر أونلاين. في شابة إيطالية بتطلع الأتوبيس وبتحط شنطتها على كرسي فاضي جنب واحد مهاجر أفريقي قاعد. التصرف ده لوحده خلاه يغضب جدا. هو هجم عليها وضغط على وشها بقوة لدرجة إنه أصابها، وبعدين طلع سكينة وهددها. المهاجم أتوقف. يلا نشوف الفيديو. الراجل ده كان المفروض يكون في أفريقيا. كان المفروض يكون في السرنجيتي بيتلاحق من الأسود، ومع ذلك هو قاعد هنا في أتوبيس. أيوة، كان على طرف الأتوبيس. دي شابة فقيرة غالبا واحدة ليبرالية ومن بتوع الووك، وممكن ما كانتش واخدة بالها من اللي بيحصل حواليها. ليه تحط شنطتك جنب واحدة زي دي؟ لازم تكون واخد بالك كويس جدا. وكان في شنطته، مش ما كنتش واخدة بالي انه كان ام بتاعه. ما كنتش فاهمة انه proper rent بتاعه، ولما كنت بحاول احط شنطتي فوق شنطته اتوتر جدا ومسكني من وشي. ده ضايق جدا وهو يعني ضربها. جاهز؟ أيوة. فين جوليوس سيزر؟ كنت بحط شنطتي جنب شنطته وهو اتوتر خالص. كان واخد كرسي، قلت له انت واخد كرسي على الفاضي، اتوتر خالص. هي حاولت تتفاهم معه، قالت له انت واخد الكرسي كله. ولو سألتها تقولك ايوه ده بس النظام الذكوري، يعني ده تصرف رجالي، الرجالة هم المشكلة. كان واخد كرسي، قلت له انت واخد كرسي على الفاضي. هو اتضايق خالص واتنرفز. ومسك وشي بايده وضغط عليه جامد لدرجة انه خدشني. على أي حال يعني دي إيطاليا بقى. طيب خليني أوريك حاجة تانية. دي فلورنسا. بص على ده، بص على الرجالة الإيطاليين الشيك دول. ليه انت عدواني كده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ اهدأ اهدأ. إيه ده؟ لازم يخافوا من الغرب. الغرب كان بيحكم العالم لحد قريب بالقوة، يعني لسه بتحكم العالم بشكل غير مباشر، بس انتوا الغرب كان بيحكم العالم بالقوة. الناس دي محتاجة حد يفكرها بده. مفيش حد. بص على ده، مفيش حد بمزاجه. ده هو في الحقيقة عندي فيديو. ما تقبلش القرف ده في مدينتك. بص على كل الإيطاليين دول واقفين ومش بيعملوا حاجة وهو بيناشدهم. ليه بتقبلوا ده يا جماعة؟ بجد ليه بتقبلوا ده؟ لو 6 7 8 من الرجالة دول بس تقدموا، لو كنت هناك والله العظيم كنت هتقدم، كنت هنضم ليه. بس لو بصيت على ده يمكن الغرب يستحق الانحدار ده. حرفيا بيهنوك في بلدك في أرضك. دي ايطاليا. تمام، يلا نشوف الفيديو الكامل اللي لسه نازل ده. مش عارف هو فين، شغل عليكم الفيديو كله. طيب يلا نشوف الجزء ده. دي روما. أنا رحت روما مرتين لأني بحب الثقافة الإيطالية، معجب كبير بالإمبراطورية الرومانية القديمة. أنا حتى شفت المكان اللي بيقولوا إن يوليوس قيصر اتطعن فيه. الاستاتيكا اكتر من الهوا. هقطع لك راسك بس مش هرقص. انت سبت الفيديو، مش هسمح لك تاني تعمل كده مع الزباين. هقطع لك راسك. هناك في حركة أكتر هيموتك. في حركة أكتر من الهوا اللي دوحني هنا على الفاضي، فاهم؟ مفيش حركة أكتر زي ما لازم. على الأقل هما بيكلموا إيطالي. أظن إنهم اندمجوا شوية. ايوه، التمشية هنا بالليل في روما مريحة. بصوا على ده يا جماعة. يا نهار اسود.
أهلا بيكم يا لاجئين. سياح. اهلا بيكم يا لاجئين. أظن إنه هيروح يتكلم مع إيفا فلاد إن جبروك. فيا جماعة أنا قابلت البنت دي، الست دي هنا، الست القوية دي، وطبعا هي مش محتاجة أي تعريف خالص. إيفا فلاد إن جبروك، تشرفت بمعرفتك. ازيكم يا جماعة؟ ازيك يا توم؟ مبسوطة اني شفتك. شكرا جزيلا، كلنا بنحب شغلك، وأعتقد إن المشاهدين بتوعي كمان واقفين وراك. يعني عندك مجموعة كبيرة جدا بتدعمك، أنا فعلا بحترم اللي بتعمله. هي ممتازة، بس علشان نخلي الفيديو مدته مناسبة يلا بينا نروح للجزء المثير. الراجل ده دومينيك، مش هحاول أنطق اسم عيلته، هو عضو في البرلمان البولندي. هو فعلا أنا بحبه، هو هيعمل حاجة جامدة جدا في الفيديو ده، اتفرج. يا جماعة أنا هين مع أسطورة حية من وجهة نظري، دومينيك شكرا ليك. هو مش محتاج أي تقديم خالص. هو عزمني وانا قلت له ايوه هاجي روما عشان اعمل الفيديو واوري الحياه الحقيقيه للاوروبيين دلوقتي في روما، في لندن، في السويد، في كل مكان. فإحنا اللي بنحاول نقوله لازم تشوف بنفسك، مفيش حد فينا يقدر يشوف كل مدينة لوحده. بس اللي احنا بنحاول نعمله تمام دلوقتي الساعه 2 الظهر في روما، في جزء جميل من المدينه. هنوريك المقطع ده وبعد كده هنروح للمكان الوحش. ببساطة روما الحقيقية، روما اللي مش بتشوفها في كتب الإرشاد السياحي. يعني انت شايف معمار جميل؟ خلينا وبعدين هنوريكم الحياه الحقيقيه للاوروبيين، ازاي انجيلا ميركل دمرت القاره دي. واحنا عايزين نشجعكم، انضموا لينا، كونوا معانا وثقوا فينا في معركتنا دي، لانها مش عنهم كلهم، دي عن عائلتنا. الموضوع شخصي جدا. الموضوع شخصي جدا. فدلوقتي بقى فعلا فين تمشي بأمان في الشوارع الأوروبية دي، زي ما شفتوا في فيديوهاتي في آخر سنة ونص. واحنا بنحاول نوضح ده. وعندي سؤال ليك يا دومينيك عن بولندا. بولندا مختلفة تماما عن أي مدينة أوروبية غربية تانية، إزاي بتتعامل مع ده؟ صفر مهاجرين غير شرعيين، يعني صفر. احنا مش بنسمح لأي حد يدخل، دي حقيقة وخلاص. فأنتوا كأوروبيين لازم تضغطوا على السياسيين بتوعكم وتقولوا لهم كونوا زي بولندا. صفر يعني صفر. إيه رأيك في إن الدول الأوروبية كتير بتسميك عنصري أو فاشي؟ مش فارق معايا خالص، مش مهتم. يقدروا يقولوا عليا فيل وردي، ده اللي قلته مع كاثي نيومان في 2018 وكان 2019 لما عملت الحوار ده، وقلت صفر وكل الناس كانت مستغربة ازاي اقول كده. ايوه اقدر اقول كده، مش فارق معايا. ده فعلا أسلوب مثالي يا جماعة، أنا فعلا بقيت أقول كده اليومين دول، بس أنا عارف إن الراجل ده بيقول كده من 2018. أنا فاكر الحوار الشهير اللي عمله مع كاثي نيومان، هي فعلا اتصدمت، كانت بتسأله إزاي تقدر تقول كده. عشان كده لما الناس اللي زي مهدي حسن يحاولوا يوقعوه بأسئلة زي دي، المفروض ترد ببساطة وتقول أيوة اسمع الكلام ده. أنا مش بحب الجملة اللي بتقول إننا بنحط كل المسلمين في خانة واحدة. انت شايف ان في مسلمين كتير زياده في المانيا؟ من النهارده انا حابب، مش عارف انت ايه اللي بيحصل في دماغك؟ ده السؤال بسيط جدا. انت شايف ان عندك القوه السياسيه ولا قلقان من رد فعل الناس اللي بتدعمك؟ انت شايف ان في مسلمين كتير زياده في المانيا؟ مش قادر. لا لو انا ليه هو بيتلعتم؟ تعرف دومينيك كان هيقول ايه؟ تعرف انا كنت هقول ايه؟ ايوه في مسلمين كتير قوي، مسلمين كتير قوي، احنا محتاجين نقلل العدد ونرجعهم لبلادهم الاسلاميه، ده هو الاسلوب اللي محتاجين. ولو هو قال لك انت نازي، ايوه بص انا مش فارق معايا تقول عليا ايه، مش فارق معايا، دي مش بلدك، انت راجع بلدك. احنا فين؟ الترحيلات الجماعيه جايه. بصراحه ده الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، ده اللي احنا فيه دلوقتي، مش محتاج تشرح اي حاجه، دي بلدك، دي ثقافتك. بص على ده، بص دي جميل، ايطاليا، روما جميله، فلورنسا جميله، نابولي. انا رحت اشوف بومباي، المكان اللي كانت فيه بومباي زمان، وبعدين اول ما تروح نابولي تلاقيها مزبله، ومش بسبب الايطاليين. اللي لازم تهتم بيه هو عيلتك، بلدك وأمانك، هو ده الموضوع. احموا المحميين يا جماعة، احنا هنمشي في الشوارع سوا دلوقتي وهنروح نتغدى، وبعد كده هنمشي في الشوارع جنب بعض كتف في كتف، يلا نكشف روما الحقيقية. يعني الساعة 2 وزي ما وعدناكم احنا بنمشي في شوارع روما سوا. بصوا يا جماعة، المركب اللي قدامي دي كانت زمان مطعم ايطالي محترم وجميل،
ودلوقتي إيه اللي حصل؟ دلوقتي المهاجرين غير الشرعيين احتلوا المركب دي. يلا نسألهم بيعملوا ايه. هناك يعني إزاي ده ممكن يحصل أصلا؟ ليه الشرطة مش قادرة تروح هناك وتطلعهم بالعافية؟ يعني أنا مش فاهم خالص إيه ده؟ مين اللي بيعمل كده؟ اتكلم معاهم كويس. في كام واحد هناك يا لورنزو؟ مش عارف تقريبا. احيانا لو مشيت فوق هنا من فوق ممكن تشوفهم بياخدوا مخدرات وعايشين جوه، كله مدمر كده يعني مخبط. على شوية أبواب وهنعمل شوية حوارات كويسة. زي ما أنت شايف المكان شكله مهجور. شوف كمية الزبالة اللي بايظة جوا هنا. ألو؟ اخرج. بس أظن مفيش حد في البيت دلوقتي. احنا هنا عشان بنعمل دورية، احنا بنتحرك وبنشتغل، مش بنتكلم بس. احنا هنا عشان نشوف ايه اللي بيحصل في روما الجميلة، ايطاليا الجميلة. هنروح مدن تانية، مدن جميلة في اوروبا، عشان نعمل دوريات ونتصرف. احنا مش بنتكلم، احنا بنتصرف. أنت شايف إن ده ضروري في مدينة زي روما؟ الرجالة زي المسيحيين الأوروبيين الصح لازم يردوا. اتصرف. لازم تغضب، لازم تغضب، لازم تخليهم يخافوا منك. ده اللي لازم يعمله، ده اللي كل واحد غربي لازم يعمله. اعملوا دوريات في مدنكم، احموا نساءكم، احموا أطفالكم. اتصرفوا اتصرفوا بالظبط، ما تنشروش، ما تعلقوش على الانترنت. اتصرفوا، انزلوا الشوارع. ايه ده حزام. ده مجاني مش مجاني، اشتري المجاني. لا فيديو ولا لا؟ لا فيديو، ليه لا؟ ليه لا؟ لو سمحت. ليه لا؟ مش مرتين ليه لا؟ ايه اللي عندك تخبيه؟ لا ليه بلاش. مفيش مشكله يا راجل. مفيش مشكله، لا مفيش مشكله. دول الحراس الشخصيين بتوعه، كويس؟ كويس، كنت عايز أعرف إذا كان عنده حراس شخصيين. بص عليه عشان طريقته في التصرف. هو ده اللي لازم تكونوا عليه يا لما. لا مش مرتين، 1 2 3. ليه لا؟ بص كده، هم فعلا خايفين. هم فعلا خايفين. ده مش تصرفهم الطبيعي. السبب انهم بيتصرفوا كده عشان واضح انه نائب في البرلمان ومعاه الحراس بتوعه. عشان كده انا بحب تايلر أوليفييرا. أوليفييرا دلوقتي بيروح مع فريد الحارس وكمان 2. انا نفسي اتمشى ومعايا 6 حراس واضايقهم. انا هضايقهم عن قصد. هطلع هناك وادور على المشاكل. وبص، الموضوع مش محتاج كتير عشان تتورط في مشكلة. بس تاني المشكلة انك ممكن تقلق من انك تتقبض عليك او تتبعد ويتسجل ده باسمك. بس بص على ده. لا فعلا انا خلصت. لا اظني لو كان وش راجل وش راجل يا مش لا نعم. مش راجل. ايه قل لي لا وش راجل مش مارتن. مش مارتن. ليه لا؟ ايه عندك خبيها؟ ايه اللي عندك عايز تخبيه؟ لا ليه بلاش؟ مفيش مشكلة. مفيش مشكله يا راجل. مفيش مشكله يعني. لا فيه مفيش مشكلة، انا كويس. لا مفيش مشكله، مش كده؟ My question is انت تتكلم يا مارتن، ليه قلت ما نصورش؟ ليه؟ هو ده مش اهتمام؟ طيب اسمع، احنا هنا انا مش بصور. ده مكان عام. ده مكان عام، ليه لا؟ ليه ممنوع التصوير؟ عشان ايه؟ لا ده مش شغلك، الناس دول. لا هو بيتكلم انجليزي، هو قال ممنوع التصوير. ليه قلت ممنوع التصوير؟ عشان ايه؟ لا عشان ايه؟ لا ليه لا؟ دي اوروبا، دي مش بتاعتنا. خلاص ما تلمسنيش ما تلمسنيش ما تلمسنيش. هم محتاجين يخافوا كده يا جماعة. لازم يخافوا. لازم يخافوا من الراجل الأبيض. لازم هم يسترجعوا مجدكم الضايع. يبقى كده خلاص. يلا نعمل جولة سياحية لطيفة. أيوة هنشوف. أيوة، يعني تقدروا تتفرجوا على الفيديو كامل على قناة داتش ترافل مانياك. اسمها داتش ترافل مانياك. عنده 600,000 530,000 مشترك يا جماعة. ده اللي محتاجينه. ده اللي لازم يحصل. الناس لازم تخاف. لازم يخافوا من القيم الغربية. لازم يخافوا من القانون الغربي.
غير كده اللي بيحصل ده هيستمر. ده هيبقى في يوم من الأيام فيلم وثائقي. أنا مش بشجع ده، بس بقول إن ده هيبقى فيلم وثائقي في يوم من الأيام. وبص على ده لسه حاصل في أيرلندا. حد في دبلن حد ولع في مسجد. واحد ولع في مسجد. لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي عمل كده، بس طبعا جماعة الإسلاموفوبيا اتكلموا عن الموضوع وبيقولوا شوفوا الإسلاموفوبيا بتنتشر. وبرضه أنا مش بأيد التصرف ده. بأكد تاني، أنا مش بأيد التصرف ده، أنا فعلا بأدين ده بشدة. بس كنا بنقول لكم إن ده هيحصل، وتخيل إيه ده ولا حاجة. الموضوع هينتشر في كل أوروبا. هتبدأوا تشوفوا رجالة بياخدوا الأمور في إيديهم. أيوة، الجريمة والحرق العمد وأخذ الحق باليد، كل ده هيبقى هو الوضع الطبيعي الجديد. لأن بصراحة ده كان الوضع الطبيعي الجديد، بس من الناحية التانية يعني هي مسألة وقت بس قبل ما السكان الأصليين أو الوطنيين يردوا. تاني، أنا مش بأبرر السلوك ده، ماشي؟ أنا بس بحكي اللي بيحصل، وأنا كمراقب كمؤرخ معاصر، لأني مؤرخ يعني بعد 20 أو 30 سنة لو لسه عايش، أنا هارس سلطان وهكتب مذكراتي وهكتب كل ده اللي كنت بلاحظه على مدار آخر 8 أو 10 سنين تقريبا. إحنا بنمر بمرحلة مهمة جدا وحاسمة في تاريخ الحضارة الغربية. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أنا شخص متفائل، عندي أمل كبير. مش شايف إن البرابرة دول هيقدروا يوقعوا الغرب، بس ده حصل قبل كده. روما فعلا وقعت في إيد البرابرة، يعني مش شايف إنها هتحصل تاني. يعني البرق ما بيضربش نفس المكان مرتين، صح؟